امريكا ولا في كندا ولا في يعني في استراليا، حتى في اسيا، يعني وصلت يعني عندها صدى بعد عالمي، وبلات اخذت القضيه ابعاد كثيره، وخصوصا مع يعني تبيان ان هذين الضحيتين يحملان الجنسيه الفرنسيه. ربما ستدخل على الخط، ربما يعني المحاكم الاوروبيه على اية حال. انا لا اعرف في هذا الاطار هذا كيف سيكون يعني الامر بالنسبه لفرنسا، كيف ستقوم الدوله الفرنسيه واجراءات اللي غادي تتخذها في هذا الاطار. يبقى داك الشيء في اطار العلاقات الجزائريه بطبيعه الحال الفرنسيه. لكن اللي هو اكيد ان القضيه فيها بعد دولي، حتى في اطار يعني التحقيق وربما المتابعه في هذا الاطار. بالنسبه اخي الكريم للتذييل، كما اخر بعد سبقني الاخ القرش، التذييل اللي كان في الاخر راه يثير الاستغراب. كيف ان بيان الخارجيه او عفوا بيان وزاره الدفاع يدعو وسائل الاعلام ورواد وسائل التواصل الاجتماعي انه لا يسيئون الى المؤسسه العسكريه الجزائريه، ونحن ندرك تماما ان حتى في المسوده ديال هذا البيان يظهر ان هناك تجاوز لقانون البحار. اخي الكريم، اخر ما يفكر ربما فيه النظام الجزائري، انا على يقين تام انه هي ديك الصوره اللي كيسوقها للداخل، وحتى البيان في حد ذاته فيه كيعطي الصوره يعني العالم الخارجي، يعني المجتمع الدولي، في اطار ذاك التفسير اللي عطى للحادثه، وهو ما يتناقض تماما مع شاهد عيان اللي كان حاضر في الجريمه، في مسرح الجريمه، والروايه ديالو، والكثره ديال الضربات ديال الرصاص، سواء في دوك اللي جيت سكي اللي فيها عده طلقات كثيره بزاف، وحتى الضربات اللي كانت على الظهر ديال الضحيه الاولى اللي جات المغرب. هذه من جهه، ثم هذه الدعوه بطبيعه الحال اللي جات لهاد الناس هادو راه من بالدرجه الاولى كتستهدف الراي العام الداخلي الجزائري. هاد الصوره هذه اللي بغات كتدهور ديال المؤسسه العسكريه سواء على المستوى الداخلي، وبالتالي يعني الصوره ديال النظام الجزائري عموما راه اصبحت ثابته، وهذا الشيء يعني لا يخفيه احد، حتى وسائل الاعلام الدوليه كلها. وبهذا الصدى اللي حصل لهذه الحادثه يشير الى ذلك ويؤكده بما يدع مجال للشك. واترك كلمه للاخوان بدون ان اطيل في هذا الموضوع. شكرا سيدي. مرحبا سيدي، مرحبا مرحبا يا بارك بالخير، وكل متابعيك. الراي المغربي اهلا وسهلا. مازال عنده مرحبا مرحبا الراي المغربي. السلام عليكم ورحمة الله. تحية طيبة السيس عيد برنوس، إدريس الأكبر، تحياتي بابار القرش المغربي. تحية لكل الإخوة المتابعين الكرام. حقيقة أنا سأتحدث على النقطة ديال استنجاد وزارة الدفاع اللي هي ممثلة الجحش الشعبي الجزائري بالتيك توكيين ووسائل الإعلام لصد ما أسموه الهجمة الإعلامية والمعلومات المغرضة وما إلى ذلك. صراحة كنت باغي ندير واحد البيان، ولكن أظن أن الحادث ليس للطنز وما إلى ذلك. كنت ندير واحد البيان أنا نسيت البارح، ما عيطلكش على البيان ولا البلاغ ديال سميتو داك التبندير اللي وقع عند بوليخاريو. بالنسبه للتبندير هذاك الاخوه الكرام، انا غادي نحاول نتحدث عليه، ولكن اظن انه يجب ان ننتبه جيدا الاخوه الكرام. ما يمكنش نعطيو اولا غنتحدث على المساله ديال البيان ديال وزاره الجحش الشعبي الجزائري، ومن بعدها ندوزو الاخرى. اولا الاخوه الكرام، استنتاجين مهمين. هو ان وزاره الجحش الشعبي الجزائري كذبت كل بيادق التيك توك الذين يدعون دفاعهم عن ما يسمى النظام الحركي الجزائري. لماذا كذبتهم؟ لأنه كل يعني جهابدة الذباب الإلكتروني الجزائري كانوا يتحدثون على أن هذه مؤامرة مخزنية، وأن الجزائر بعيدة كل البعد، وأنه لا علاقة لنا بهذا الأمر. الآن سيغيرون أقوالهم، لأنه في نظري، مع احترامي لك سي سعيد، في نظري أنا هؤلاء مجرد بيادق عبيد يعطاهم السكريبت ويجيو للتيك توك باش يقولوا. الان اللي كانوا يقولوا مؤامره مخزنيه غادي يجيو دابا يطلعوا عندك السي سعيد ويقولوا لا وحنا تكلمنا، لماذا انتم لم تتكلموا؟ وغادي يغيروا يقولوا هادو اخترقوا حدودنا، والجحش الشعبي عيط لهم وما استمعوش وما الى ذلك. سيتم تغيير السكريبت مباشره، يعني كل الاقوال اللي كانوا يقولوها انتهت مباشره. النقطه الثانيه الاخوه الكرام، هو انه هذه الفقره الاخيره
أكبر دليل على أنه ما كانت تريد الجزائر إخفاءه حطمه الإخوة المغاربة على مستوى كل مواقع التواصل الاجتماعي، سواء في تويتر أو فيسبوك أو غيرها من التطبيقات. ومن هنا أرفع لهم القبعة مرة أخرى، لأن الإخوة الكرام بفضل المغاربة وصلت هذه الجريمة النكراء إلى العالمية. وأنا أتحدث لكم عن قنوات عالمية نقلت هذا الأمر وحملت النظام الحركي الجزائري كامل المسؤولية. أبرز الجرائد في كل الدول، في السويد، في أمريكا، في كندا، في أوروبا، في إفريقيا، في الدول العربية تحدثت عن هذه الجريمة، وأصبحت يعني جريمة رأي عام دولي، لأنه ما أقدم عليه التيك توك المغربي وتويتر وغيره من الأمر لطخ صورة النظام العسكري في الجزائر. الدليل إخوة الكرام أنه انتبهوا معي، وفي هذا السياق تدعو وزارة الجحش الشعبي الجزائري مختلف وسائل الإعلام ورواد شبكات التواصل والمواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار المغرضة المتداولة التي تستهدف المساس بالصورة المشرقة، لأن هذه الصورة تلطخت أمام المنتظم الدولي وفي العالم. والآن ومن هذا المنطلق بعد بيان وزارة الجحش الشعبي الجزائري توجه الدولة الجزائرية كلا من توتو والرايس وعزوزة وفتيحة وغيرهم من التيك توكيين بيادق الذباب الإلكتروني الجزائري بضرورة الدفاع المستفيت وتلميع واستخدام أكبر شيتة ممكنة في إطار الرد على العدوان المغربي المخزني، وفي إطار وقف الطنز والعمليات التي تقوم بها المغاربة المخازن المراركة، وإنهم قد شوهوا بلادنا واستهدفوا جحشنا الشعبي. ومن هذا المنطلق على الرئيس استخدام لغة ديغول، وعلى توتو استهداف ملك المغرب، وعلى عزوز استخدام صوت المرأة العزوز، وعلى فتيحة أن يسب المغاربة. ومن هذا الأمر فعلى كل هؤلاء أن يحاولوا تغيير مواضيع اللايفات المغربية، وأن يحاولوا بكل ما أوتوا من قوة تلميع صورة جحشكم الشعبي وتلميع صورة نظام الدولة الجزائرية المشرقة التي للأسف الشديد طردت من البريكس. ولكن كل هذا لن يثنينا في إطار التصدي للعدوان المخزني المغربي الصهيوني وعليكم أن تستميتوا الكونكسيون على حسابنا رغم أنها ضعيفة، والسكريبت موجود رغم أنه كله فيه تدليس. اشتغلوا ودافعوا عن النظام الحركي الجزائري والجحش الشعبي الجزائري، وتصدوا لأبرنوس هذا الطناز الكبير، وتصدوا لذلك الرأي المغربي المستوطن، وتصدوا لكل الذباب الإلكتروني المغربي. هؤلاء يشوهوننا، يستهدفوننا، اصعدوا عندهم وغيروا مواضيعهم، ولا تتحدثوا عن بالماضي الذي هرب إلى تونس الذي قال شوهنا، ولا تتحدثوا عن شيء آخر. هذا نداء لكل التكاتك المتكتكين المسكسكين الذين يؤمنون بنظرية المؤامرة الزعتية الخزعبلية الخرطية. تحياتي لكم سي أبرنوس، راك تما. الاخوان شيء متابعه على الحساب. سي سعيد الى تكرمتي خويا سعيد باش ننسحب الى تكرمتي. اسمح لي سي ادريس واحد الدقيقه الله يسمح عليك، واحد الدقيقه سي ادريس. الحساب نتاع الرأي المغربي هذا راه حساب جديد. الاخوان كل شيء اللي معنا يدير له متابعه، جميع الاخوان يديروا متابعه على الرأي المغربي. هذا حساب اخر بعد ما يمكن عنده حسابات اخرى قد قصفت في اطار السينيال الالكتروني نتاع باكستان. اذا ندعو جميع الاخوه والاخوات يتابوناو عند الرأي المغربي. خي ادريس تفضل. خي ادريس تفضل. غير اللي بغيت انا غير نذكر اخي الكريم في اخر تدوينه لي واحد الصحفي ربما بان واحد المره عندك هنا حفصي في تويتر، واحد اخر تدوينه ديالو يدعو المعارضين الجزائريين كل الجزائريين بكل اطيافهم الى الالتفات حول يعني الجيش الشعبي والدوله الجزائريه. الجزائر تتعرض لواحد الهجمه شرسه. اللي طلوا دخلوا التويتر قراو التدوينه ديال حفصي الاخيره، شوفوا راه واحد البكائيات صراحه. يعني الدوله الجزائريه تعرض لاكبر مؤامره، واحد الخطاب غريب جدا. هذاك الانسان ذاك الفرعون ديال النظام الجزائري ولا يستجدي ويستغيث.
تحياتي لك خويا سعيد، تحيه للاخوه الكرام، حياكم الله، السلام عليكم. شكرا. انا كنقول لكم فعلا الامر يدعو الى الكثير من الانتباه والتركيز على ان الاوضاع في الجزائر اعتى الصور اللي كيحاول يبينوا بها بانهم حنا فالداخل داك الشيء مخرب عصابات، شي شاد في شي حاكم شي شاد لازون شي كيدير الصابونه شي كيبتز في شي كيضارب مع شي، والمضاربات عباد الله كدير المضاربات في البورصات العالميه وهما مضاربين على العدس واللوبيه والغبره ديال الحليب. بابار تفضل اخي تفضل. واش السلام عليكم مجددا. غير هو يعني كاين علامه الواقع يعني تاثيرها على المدى الداخلي، لان دا واحد اخر غير داك اللي كنشوفوه، ولكن كاين واحد التأثير اخر. خصنا بان عائله قيسي او القيايسه هي عائله كبيره ومتقاسمه، وهي مقسومه بين الحدود المغربيه الجزائريه. الغالب فيها انها في المغرب في المجال المغربي، وعندها احترام خاص سائد عند القبائل او عند العائلات المحيطه اللي في المنطقه، خصوصا في المنطقه الحدوديه، خصوصا في بني درار وفي الجهه الغربيه كلها ديال الحدود، الجهه الغربيه ديال الجزائر. مستحيل انها تقبل بالنسبه لهم، لا بالنسبه على مستوى ديال ولاد العشاش او لا سيدي بوجنان او لا السواني او لا او اهل مسيرده او لا الحداده. هاد الناس هادو كلهم ما يقدروش يقبلوها بحكم الترابط العائلي الدموي بينهم وبين القياسه. هذا من ناحيه المبدا. ثم الاحترام عاوتاني ديال عائله القياسه بحد ذاتهم، لان عندهم يمكن واحد المكانه رمزيه من ايام الاستعمار الفرنسي والكفاح المشترك بينهم وبين العائلات كلها اللي كانت في الغرب الجزائري، اللي هي مغربيه في الاصل. هذه العائلات كلهم اللي هضرت عليهم اللي هي مغربيه في الاصل كذا، وبالتالي لن تقبل هذه العائلات لن تقبل باي تسويه. اضافه على ذلك الاشكاليه الامنيه اللي كاينه اصلا على مستوى ديك الحدود، فبالتالي غيكون عندنا سخط الارتباك. نرجعوا عاوتاني البيان ظهر بعد 4 أيام. اذا هذه المده هذه كلها اقتسمت بين يمكن النشوه وبين السلام عليكم إخوان. بين النشوه وبين الحيره. النشوه ديال انهم ربما استطاع النظام الجزائري في انه يدير حدث جديد، حدث يمكن يكسر به هذيك الاشكاليه ولا هذاك النقاش اللي كان عنده، بل حتى الحراك اللي كان عنده بسبب هذاك المشكل ديال البريكس. هذا من جهه. ثم من بعد منها الحيره اللي وقعت من بعد ما شاف بانه راه فعلا كاينين الناس، كاين واحد من الفارين من هذيك الحادثه واللي لجا للمغرب وروى المساله، وكذلك الجثه الثانيه اللي اكيد فيها رصاصات، والرصاصات هي مرقمه ومحسوبه على النظام الجزائري. هذا من جهه. ثم الصدمه الكبرى والحيره الكبرى اللي صابتهم من بعد صدمه انهم عرفتوا ان عندهم جنسيه مشتركه مغربيه فرنسيه، بالتالي قطع العلاقات، التضلل يعني التهرب بمنطق ان كاينه علاقات مقطوعه بين الدولتين، وتمشي ديك البروباغندا والتهرب والهلاميه في الموقف ما غاديش تصدق مع فرنسا، لانهم عندهم جنسيه مشتركه مغربيه فرنسيه. اذا هنا نقدروا نقولوا ان فعلا هذا الخطاب هذا خطاب فعلا، يعني انا شفني، انا بقاو فيا، انا النظام الجزائري حاليا بقى في الموقف اللي هو فيه، لاحظ في راسه يعني موقف مقزز جدا لا يستطيع فيه التعبير على او يمكن تهربا من المسؤوليه من كذا. اضافه انه راه المساله اصبحت دوليه. دابا حاليا الجزائر بحد ذاتها دوله يمكن تصنف ويؤكد فيها انها دوله مؤسكره من الحدود حتى الحدود. تحياتي. الاخوان بابار ملي قال بقى فيا، خصكم تفهموا شويه الخطاب. الله يجزيكم بخير، ما بقاوش شدوا في سميتو، بقى فيه في اطار قليان السم. بنادم يعرف شويه ديال، فهمت، راه في اطار التداوليه والتحليل الخطاب التداولي. بقى فيا راه ماشي مساله ديال انك تعبر عن شفقه، راه شي مرات كتقلي السم، فهمت. الا كان شي واحد جوج الاخوان بحال ما هو ماشي مشكل. لالا بوغلبور فاطمه الزهراء، مرحبا لالا اخي محمد وجدي مرحبا الحبيب، مرحبا لالا فاطمه الزهراء، مرحبا لالا.
السلام عليكم إخوان. عليكم السلام ورحمه الله. أنا فيما يخص عندي واحد التواصل اللي هو تقريبا يومي مع بزاف ديال الجزائريين بحكم أنني منتدبة في ملف الهجرة الحدودية ديال تونس الجزائر في ليبيا. يعني أنا عندي واحد الشهادة. لا فاطمه الزهراء، دابا انت في ليبيا؟ لا، أنا في المغرب، ولكن منتدبة في ملف الهجرة عن الحدود ديال الحدود اللي معدة للهجرة من طرف، حتى كنا درنا حتى واحد التكوين كنا درناه على أساس تواصل في الملف الحقوقي. أنا حقوقية وإعلامية. هذا الملف أنا تقريبا هذه مدة طويلة وأنا يعني أشتغل فيه. الغريب في الأمر أنا من الناس اللي وصلهم الفيديو ديال اعتراض السبيل وديك العملية ديال القتل، كانت وصلتني أنا من الأوائل على أساس أنني كنتواصل مع ناس بزاف فيما يخص موضوع الهجرة وخاصة جزائريين. الغريب في الأمر اللي صراحة هو اللي أول مرة كيخليني نحس بالغضب، مع أنني مرغومة نتعامل لأن هذا ملف إنساني. يعني مرغمة أنني نتعامل مع جزائريين عندهم مفقودين، لأنني أنا أعد اللوائح ديال المفقودين سواء المغاربة ولا بغض النظر، لأنه ملف كيبقى إنساني. أولا اللي تارني صراحة هو أنني كيفاش أن هذه البحرية الجزائرية في العوض ما تمشي تحضي البحر ديالها، وأنا عندي مثلا ملي كنهضروا على وهران، البحر د وهران راه هو غير محروس، فيه العصابات. وفعلا في 8 نهار يمكن 12 في شهر 8 كانوا حرقوا شي مغاربه، زوج بنات وزوج رجال مغاربه حرقوا يمكن مع شي اخوان من الجنوب الجزائري، وتم اعتراضهم من عصابات اللي تنشط في البحر ديال وهران، الشاطئ ديال وهران داخل وهران. هاد العسكر ولا هاد البحريه المغربيه فين كاينه؟ علاش ما كتمشيش تخدم؟ علاش ما كتحرس الشواطئ ديالها؟ بينما كتجي الوحدين اللي هما غير في اطار السياحه كتقتلهم بدم بارد. هذا هو السؤال اللي خلاني انا محيرني، بينما انا اتلقى عده شهادات كتثبت بان البحر في الجزائر غير مؤمن، البحر ديالهم الداخلي. راه كاين واحد كانت جاتني واحد الشهاده من هاد اهل العشاش، يمكن كنظن هما في الجنوب الغربي ديال الجزائر، اللي عندي شكايه موثقه اوديوات، ومن بعد كاع نقدر نحطهم تسمعوهم، تيقولوا لي بان البحر الداخل كيقتلونا عصابات اللي كاينه في البحر، وما كاينش اللي كيتدخل لا من البحريه ولا من العسكر ولا من حتى واحد ديالهم. فين غايبين هاد البحريه؟ فين غايبه؟ ونزيدك انا ملي كنهضر على مثلا انني كنمشي نحضر لواحد المؤتمر، كنحضر واحد المؤتمر اللي هو الشعار ديالو هو الهجره والمراقبه على الحدود ديال الشواطئ التي اعدت للهجره، كنهضروا على الشواطئ المتوسطيه. ملي كنحضر في واحد المؤتمر وكان يجيو مثلا الوفد الجزائري ملي كيلقى مغاربه وكينسحب، وكنجي انا مرغمه ان هزه واحد اللوائح اللي فيهم مفقودين جزائريين، وكنحطهم من اللجان ديال البحث والتقصي والبحث على المصير ديالهم، سواء كانوا ميتين ولا حيين ولا مفقودين ولا مسجونين. وكنجي انا بواحد اللحظه وكنلقى ان كيقتلوا مغاربه ديالي بدم بارد. شنو هو هذا الاحساس باش غنحس؟ مع انه راه ملف انساني، ولكن من جهه اخرى احنا ملي كنجيو كنبغي نوضح للجزائريين لان كيوصلوني عاوتاني اتهامات اخرى كتقول لك ان المغرب يحتجز او يسجن الحراقه اللي كيدخلوا جزائريا عن طريق يا اما كيحتجزهم في الحبس يا اما كيتابعهم تهم ارهابيه. وهذه هاد الهضره كلها ما كايناش. حنا المهاجرين كنتعاملوا معاهم والجميع يعلم كيفاش كنتعاملوا مع المهاجرين، راه كيتساراو في المغرب بلا اوراق بلا حتى حاجه وما كاينش. بينما انا اتابع ملفات ديال عدد من الشباب اللي ماتوا وهما هاربين من ليبيا، من السجون الليبيه او الميليشيات الليبيه اللي دخلوا عن طريق الجزائر، وللاسف كان منهم اللي قبضوهم في الحراسه النظريه مده 6 شهور
وهادو ملفات عندي واؤكد عندي ما يفيد هذه الهضره. بغض النظر على هادو اللي ماتوا، المغاربه حتى اللي كيكونوا هاربين راه يعانون في السجون او في الدوائر. تخيلوا دائره امنيه فيها مغاربه مده 6 شهور ما شافوش الضوء، تقاتلنا باش قدرنا نرجعوهم، وهذا الشيء راه كله راه مثبت في المحرك جوجل. يعني المساله اصبحت راه هذا قتل عمد، هذا قتل عمد. تقول لي البحريه تمشي تحضي الشواطئ ديالها، واش البحريه كتسنى ان شي واحد يغلط يديه الريح ولا تضربو مجاجيهتهم؟ راه ما كايناش هادي. هادشي انا اللي بغيت نقول. شكرا فاطمه الزهراء، الله يحفظك. لاله ياسمين مرحبا. السلام عليكم سي سعيد. السلام على الاخوه الموجودين في الكاست والناس اللي في التعليق. اولا بغيت نعزي عائله الشهيدين باذن الله، لانهم شهيدي غدر، يعني ضحايا غدر وغيله، وكنعزي الشعب المغربي كامل، والله يصبرنا في هذه الوضعيه اللي هي صعبه بزاف بزاف بزاف. وكأم كنتضامن كل التضامن، لان يعني الامر يعني بزاف لا يطاق. وغادي نعلق غير وغادي نتضامن مع الكلمه اللي قال الاخ بابار على انه يعني تيلتمس العذر لهذا البيان اللي خرجوا به من بعد 4 أيام من الجريمه، لانه فعلا لانه وقعوا في واحد المساله كيف تنقولوا تاع حيصه بايص، ما عارفينش كي غادي يخرجوا بالبيان اللي كانوا هما تيطلبونا حنا نخرجوا ببيان. هما خرجوا ببيان، يا ريت ما خرجوش بهذا البيان، لانه يعني تيزيد يقلل من القيمه ديال الجيش اللي كيحاولوا انهم يلمعوه، لان الجيش اللي تيقتل المدنيين هذاك سقطت عليه الشرف ديال الجيش، ما بقاش، لان الجيش كيتواجه مع جيش، ما كيتواجه مع مدنيين مصطفين في منطقه اللي هي مدنيه وسياحيه وترفيهيه. الاخوان الا كتذكروا ان كاينين معارضين كيقولوا بان البحريه الجزائريه كتقتل الناس، وكاينين فيديوهات كتثبت ان البحريه الجزائريه كتقتل الناس. اللي عطى الفلوس كيخليوه يكمل الحرقه ديالو، واللي ما عطاش الفلوس كيقتلوه. وهذه شهادات ديال الناس ديالهم، يعني ماشي من عندنا حنا من المغرب، هذه من عندهم. وهنا في هذه الدوله اللي انا كنعيش فيها، دوله اسكندنافيه، الخبر وصل هنايا والصدمه، لان يستحيل ان يكون واحد مصطف وعندك وسائل باش تنبهوا في حاله الا كاينه حساسيه ما بين البلدين واخترق الحدود. كاينين وسائل تنبيه ما بين كوريا الشماليه وكوريا الجنوبيه، ما كيقتلوش هكا، ما عمرنا ما سمعنا قتل شي حد على الحدود، تينبهوا الناس باش كل واحد يرجع لجهته. انما القتل المباشر هذا قتل مباشر، والجزائر خرجت بهذا، ولا العسكر خرج بهذا البيان لانه خايفين يتصنفوا دوله مارقه، وهي في طريقها باش تسجل دوله مارقه، لانك باش تقتل الناس بدم بارد. ذنبهم الوحيد انهم خطئوا، الوغ كو حنايا لا مارين رويال ديالتنا جاو ناس بان باكبو ديال الصيد ديالهم اللي وقع اون بان وصلحوه وكلوا وشربوا ورجعوا. على حنا ما عندناش، حنا حنا تنتعاملوا بالانسانيه. هذا هو الفرق اللي بيننا وبينكم. شكرا اخويا جزيلا، وشكرا على المساحه. الله يحفظك، شكرا جزيلا. شكرا لاله ياسمين. خويا سعيد، الى سمحت لي. نعم الى سمحتي غير القرش الاخوان كاين اللي ما فراسوش البلاغ، غادي نحاول نقراه بالزربه ياك القرش معليش. كاين الاخوان اللي التحقوا على الجداد، كاين اللي ما فراسوش البلاغ. دونك كاين البلاغ نتاع وزاره الدفاع الوطني الجزائري كتقول بأنه خلال دورية تأمين ومراقبة بمياهنا الإقليمية اعترضت وحدة من حرس السواحل التابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية أمسية يوم الثلاثاء 29 أوت 2023 في حدود 7:47 مساء دراجات مائية قامت باختراق مياهنا الإقليمية بعد إطلاق تحذير صوتي وأمرهم بالتوقف عدة مرات، والذي قوبل بالرفض، بل وقيام أصحاب الدراجات المائية بمناورات خطيرة. بالنظر الى ان هذه المنطقه البحريه الحدوديه تعرف نشاطا مكثفا، هذه ما قريتهاش في البلاغ قبيله، مكثفا لتهريب المخدرات والجريمه المنظمه. وامام تعنت اصحاب هذه الدراجات المائيه قام افراد حرس السواحل باطلاق عيارات ناريه تحذيريه، وبعد عده محاولات تم اللجوء الى اطلاق النار على دراجه مائيه، مما ادى الى توقف سائقها، فيما قام الاخران بالفرار. في يوم الاربعاء 30 اوت، دابا نهار الاربعاء
قال لك سيدي في حدود الساعة 5 وأثناء دورية أخرى لحرس السواحل تم انتشال جثة مجهولة الهوية من جنس ذكر مصابة بطلق ناري، تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تلمسان. وفي هذا السياق تدعو وزارة الدفاع الوطني مختلف وسائل الإعلام الوطنية ورواد شبكات التواصل الاجتماعي والمواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار المغرضة المتداولة والتي تستهدف المساس بالصورة المشرفة للجيش الوطني الشعبي. هذا نص البلاغ. تفضل أخي القرش. واخويا سعيد، اولا هذا البيان، القارئ لهذا البيان يعني بسهوله تامه غادي يعرف بانه بيان تبريري، بانهم يبررون ويحاولون يعني انهم يعطيو للناس لا فيرسيون ديالهم على انهم دخلوا دراجات مائيه وداروا طلقات تحذيريه باش يخليو المسؤوليه ديالهم بانه تم لي تير دو سوماسيون وتم التحذير ديالهم. ولكن اللي لفت الانتباه هو ان هذا التبرير كيعكس واحد الهلع ديال كيعكس ربما دعوات فرنسيه او ضغط فرنسي من اجل انهم يكشفوا على هذه الملابسات كامله تاع هذه الجريمه هذه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه ان نستغرب ان وزاره الدفاع تدخل في هذا لي ديتاي تعطي كيفاش ان هاد الجنود هادو قتلوا او تيراو على واحد الدراجه، كيقولوا تيراو على واحد الدراجه ولا غد ليه عاد اكتشفنا باللي مات. حنا تيرينا على الدراجه المائيه نهار الثلاثاء ولا غد ليه نهار الاربعاء اكتشفنا باللي السيد راه عندنا ميت في الاخر. بمعنى ان هذا البلاغ هذا وهي بحال اللي تقولوا هي محاوله للتبرير لفرنسا، خصوصا لان ما عرفتش المغرب واش دار شي بروسيدور ولا لا، ولكن هي محاوله تبرير لفرنسا يعني على ان هؤلاء الحرس ما قتلوش هذوك الناس وانما تم التعامل معهم وفق ما يقتضيه القانون البحار العالمي ولا الجزائري. الحاجه اللي بغيت ناكد عليها اخويا سعيد هو انهم كشفوا واحد الكارطه اللي كشفوها وهما اغبياء في هذه اللقطه هذه، لان الدراجات المائيه عندهم جي بي اس. كل دراجه مائيه عندها جي بي اس ديالها، بمعنى لو تراساج نتاع التراجيكتوار غادي يتم بسهوله كامله. بمعنى انه درك في الجزائر كتقول بانه داروا مناورات خطيره، هكذا قالوا هذوك الله يرحمهم، داروا مناورات خطيره وما امتثلوش لهذوك الناس ديال الخطر السواحل، وبالتالي الشهاده نتاع محمد والجي بي اس والتراساج نتاع التراجيكتوار زائد الشهاده المهمه تاع السيد اللي راه محبوس تما هي اللي غادي تحدد صدق او كذب هذه المؤسسه العسكريه الجزائريه، واللي بكل تاكيد انها كاذبه. انا نقول بانه القضيه خصها تمشي للمحاكم الاوروبيه، وان الجزائر تجبر على ان تاتي بكل الحيثيات، زياده على ان المغرب ربما يحتفظ من خلال الاقمار الصناعيه او من خلال الدرونات ربما يحتفظ باشياء لوقتها المعين ولوقتها يعني اللازم. تحياتي لك اخويا سعيد وشكرا جزيلا. شكرا اخي المغربي. اذا انا اللي بغيت نزيد ناكد عليه في قراءه لهذا البلاغ هذا هو انه اولا السؤال الاول اللي يتبادر الى الذهن هو لماذا كل هذا الصمت لمده 4 أيام والخروج في اخر اليوم الخامس ببلاغ لغته عاديه ومعلوماته عاديه كان من الممكن أن تدبج في اليوم الأول، لأنه ماشي معلومات تقنية تتطلب بحث وتحليل ورصد للجي بي اس وما إلى ذلك وكذا وهذه معطيات يعني غيقولها الحرس كتسجلها كدير البلاغ نتاعك. إذا لماذا كل هذا التأخر على هذا البلاغ لمدة 4 أيام؟ الجواب واضح، هو انك في الاول ما بغيتيش تهضر، باغي تنكر، والدليل انك خرجتي المش الالكتروني نتاعك والعبلاوي نتاعك والمخابرات نتاعك الالكترونيه خرجتيها تهضر على مسرحيه المغربيه المخزنيه، خرجتيها تهضر على التجار في المخدرات، خرجتيها تهضر على مبررات اخرى باش تحاول تطمس. ولكن حين وصل الامر بغبائك الى اكتشاف ان هاد الشهيدين بجوج
وهذاك الموقف اللي عندكم وهذاك الناجي اللي عندنا راه حاملين لجنسيات مزدوجه، وبالتالي الركوب على رهان ديال الخلاف مع المغرب والصراع مع المغرب وهذه القطيعه اللي درتوها مع المغرب باش تغطيو ما غتقدروش ديروها مع فرنسا او مع اسبانيا او دوله اخرى. ثم الفضيحه الاخرى التي لم ينتبه اليها والتي يعني جابت التمام لهذا الدفاع ولهذا الجيش هو التداول الاعلامي الدولي، لانه قنوات دوليه امريكيه، قنوات انجليزيه ماشي بالعربيه، لا 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 لا، انجلوفون اي فرانكوفون خرجوا كيتكلموا على هذه الجريمه وسموها جريمه مقتل مغربيين من طرف الجيش الجزائري او البحريه الجزائريه. ما تسماتش يعني جريمه هكذا مجهوله الحيثيات، لا، الاعلام الامريكي في قناتين امريكيتين تكلم عن ان البحريه الجزائريه قتلات جوج نتاع المغاربه في المنطقه الحدوديه البحريه بين البلدين. اذا هذا التدويل اللي وقع للقضيه والمسار اللي ممكن تاخذه واللي غتاخذه ماشي ممكن 100% غتاخذه على مستوى المحاكم الفرنسيه والاوروبيه هو اللي خلاهم الان خارجين كيقصقفوا، لان هذا البلاغ فيه بزاف نتاع التقفقيف، فيه بزاف نتاع التقفقيف. والدليل هو الفقره الاخيره اللي كيقولها عباد الله: والاعلام الوطني والبوسبير والبيستاش والرئيس ومليط وقليط وكريت ما تبقاوش تنساقوا وراء داك الشيء الذي يخدش بالصوره المشرفه، معناه ان الصوره نتاع الجيش الوطني الشعبي راها على المحك وتوسخات. هذه هي القراءه التحليليه للجمل. ملي كتكلم المساس بالصوره المشرفه للجيش الوطني الشعبي معنى ان هذه الصوره قد مست، ومن طرف من؟ ما عرفناش من طرف من، ولكن نقدر نقول لك انا من طرف من؟ من طرف الاعلام الدولي، من طرف مواقع التواصل الاجتماعي المغربيه، ومن طرف الاغبياء والعبط والسذج نتاعكم اللي خرجوا في النهار الاول والنهار الثاني كيقول له واحد العبيط يعني وسخ. انا كنقول لكم هذوك راه خصهم الحبس، وخصهم الحبس. النظام العبيط راه عندكم شياته خصكم تحبسوهم. ومنهم داك بوسبير شوهكم وزاد لهذاك فحصي وزاد لهذاك مليط كوريت كيقولوا لهم تنتهي تتعدى حدودك ينتهي وجودك. ملي كتقولها يا الحمار يا البغل يا الاعلامي العبيط، ملي كتقولها وانت عندك صوره اعلامي كتبين بان الجيش الجزائري فعلا تبنى هذا الخطاب ديال تتعدى حدودك ينتهي وجودك، وبالتالي انتهاك القانون الدولي نتاع البحار وانتهاك نتاع القانون ديال كذا وانتهاك هكا نتاع القوانين، وبالتالي شوهتي السمعه والصوره المشرفه نتاع الجيش ديالك. الحمار البغل الحيوان الجحشاوي. أنا قلت لكم إننا نناقش ذبابا ومخابرات عبلاوية تيكتوكية تسيء إلى بلدها، شاتسيء. هو أصلا النظام ديالهم حمار بحالهم، الحمار يدافع على الحمار، البغل يدافع على البغل، الكدار يدافع على الكدار. ما عندهمش حتى واحد أخويا بعقله، واحد بعقله باستثناء الرئيس، على علات الرئيس.